كلكم بتسألوا فين الجزء التاني من القصة؟ انت ليه غايب؟ انت ليه ما بتنزلش الجزء التاني؟ عايزين نشوف القصة. هقولك انا ليه غايب، بس مش هقولك الجزء التاني من القصة، لان باختصار اللي هقوله لك النهاردة اصعب كتير من الجزء التاني والجزء الاول. لان اللي انت ما تعرفوش ان من بعد الجزء الاول انا حصل لي كوارث كتير في حياتي، علشان كده كان صعب ان انا انزل اي فيديو او اصور او منتج، ما كانش فيه وقت لكل ده. تقريبا معظم وقتي كان ضايع في ان انا بدور على شغل، لان من ضمن الكوارث اللي حصلت ان انا اترفدت من شغلي. بس اللي مش قادر اقتنع بيه لغاية دلوقتي ان انا حالتي المادية نزلت لدرجة ان اضطريت اشتغل في المشرحة. وده أول يوم ليا في المشرحة، أسوأ أيام حياتي. يعني بصرف النظر عن ريحة الموت اللي مالية المكان، بس أنت متخيل معايا إنك هتنام أو هتقعد طول الليل وجنبك ناس ميتة؟ وعدى أول يوم ده بالعافية، حرفيا بالزق كده. اليوم ده عدى والليلة خلصت. روحت وانا بحلف اني مش هرجع تاني لو هموت من الجوع، بس للأسف المضطر بيركب الصعب. على اخر اليوم كنت بلم شنطتي ورايح تاني الشغل، اضطريت ان ارجع تاني المشرحة ورحت تاني يوم. واليوم ده بقى اللي جالنا فيه واحد ميت، بس مش ميت عادي، ميت مقتول، مضروب على دماغه بحديدة أكتر من ضربة لغاية ما روحه خلصت. بس القضية كان فيها شوية لخبطة لدرجة إن الحكومة يعني ما وصلوش لحل، أيدوا المحضر ضد مقبول وخلاص قفلوا القضية. أنا اللي أثر فيا قوي فعلا مش الميت، ولا حتى الطريقة اللي مات بيها، ولا أبوه ولا أمه، صاحبه. شاب خلاني شفت في عينيه مدى الصداقة والرجولة والجدعنة. منهار، تقريبا حياته خلصت، هو مش شايف قدامه غير سواد علشان خاطر صاحبه اللي مات ده. بصراحة ونعم الصديق. مجرد ما استلمنا منهم الجثة كله رجع، كله خلاص على باب المشرحة رجع، إلا صاحبه ده كمل معايا لغاية باب التلاجة، لغاية باب الدرج اللي هيتحط فيه صاحبه. وقفلنا أنا وهو على صاحبه وهديته بكلمتين وخلاص خرج ومشي. ورجعت أنا علشان ابتدي الليلة. كنت بحاول أتأقلم مع الجو، عملت كوباية شاي وقعدت، كان في تلفزيون صغير كده شغلته وقعدت اتفرج عليه. بس وانا قاعد معرفش هل ده فضول، هل ده جنان، معرفش. بس انا فجأة لقيتني باخد القرار ان هقوم افتح الدرج على الميت اللي جه النهارده ده. هل انا بتحدى نفسي علشان اقتل اي نقطة خوف جوايا؟ مش عارف. المهم انه قمت فعلا ورحت فتحت الدرج على الميت. انا كنت مغمض عيني وانا بسحب الدرج في الاول، واول ما فتحت الدرج لقيت الدنيا طبيعي، يعني مفيش اي كارثة من الكوارث اللي انا كنت شايلها في راسي حصلت. عادي، الدرج اتفتح والجثة موجودة. لا، الجثة مقلوبة، المفترض ان انا منيمها على ظهرها وقافل بايدي. من الفزع رحت قافل الدرج، وقفت شوية، خدت نفسي وحاولت استهدى كده بالله واقول يمكن يعني اتقلبت غلط او بتاع. فتحت الدرج تاني ورحت عادلها كويس وقفلت الدرج خلاص، مش عايز ابص. ورجعت تاني قدام التلفزيون، وتقريبا كلها 10 دقايق ورجعت جوايا نفس الاحاسيس. انا عايز اقوم اشوفه، عايز افحصه. انا معرفش ليه عايز اعمل كده، بس خلاص هي طلبت علشان اقوم افتح الدرج الاقي الجثة مقلوبة تاني. انا جسمي تلج، انا مش قادر اتحرك، مش قادر اتنفس اصلا. انا لسه من 10 دقايق بالظبط متأكد ان عادل الجثة دي إلا قلبها تاني. معقول أنا بهلوس؟ معقول أنا الخوف بيعمل فيا كل ده؟ طب لا بقى، أنا هتحدى نفسي وهتحدى الخوف ده كله. هفتح الدرج للآخر وهعدل الجثة من تاني، بس المرة دي بقى أنا مش هقفل الباب، أنا هسيب الدرج مفتوح واروح أقعد قدام التلفزيون وعيني عليه علشان اتأكد ان مفيش اي حاجة غريبة بتحصل. وده فعلا اللي عملته يا صديقي، وسبت التلاجة مفتوحة ورحت قعدت قدام التلفزيون اكتر من ربع ساعة. مفيش اي مشكلة، مفيش اي حاجة بتحصل، الجثة راقدة وثابتة ومفيش اي تغيير. بس المكان بقى برد قوي، انا مش قادر استحمل درجة البرودة اللي طالعة من التلاجة. انا هقوم اقفل الدرج تاني. وفعلا قمت وقفلت الدرج، وانا بحلف 100 حلفان اني مش هقرب من اي درج قبل ما افكر 100 انت مين؟ دي الجملة اللي أنا قلتها بعد ما قفلت الدرج ولفيت. لقيت واحد غيري قاعد مكاني عند التلفزيون. أنت مين؟ قلتها له مرة واتنين وتلاتة وأنا بموت من الرعب، وهو ولا بيرد ولا بيشاور ولا كأني موجود أصلا، لغاية ما فجأة لقيتني سامع صوت جاي من المشرحة. صوت بيقول أنت ليه رافضني؟ ليه رافض الجوازة دي؟ أنا مفيش عيب فيا. الكلام ده أنا سامعه من كل مكان في المشرحة، بس هو لسه ثابت زي ما هو. وحسيت ان خلاص انا كده كده مرمي في رعب، اعيشه بقى. ورحت واخد خطوتين ناحية اللي قاعد ده وبأكد في ملامحه، لقيته هو الشخص اللي مقتول في التلاجة. ولقيته مرة واحدة اتكلم وبيقول احنا اصحاب
لكن انا مش شايفك مناسب لاختي. الجملة دي بقى هو اللي قالها لصاحب الصوت اللي لسه سامعه، واللي فجأة هو كمان لقيته ظهر قدامي بس واقف بظهره، ولقيته بيقول له طب وانا ايه اللي فيا مش مناسب؟ وانت عارف ان هصونها وعمري ما هزعلها، يبقى ليه اصلا سبب الرفض؟ فجأة لقيت الشخص اللي المفروض انه ميت في التلاجة قام من قعدته وراح عند الشخص اللي مدينا ظهره وحط ايده على كتفه وقال له ما تزعلش مني بس انا مش موافق. وفجأة لقيت الشخص المقتول ساب صاحبه ولف تاني ناحية التلفزيون وراح مميل على الترابيزة واخد طفاية رخام، وفي ثانية لقيته راح مدشدش الطفاية على دماغ صاحبه وراح حاطط الطفاية في شنطة وراح رميها جنبه وسابه واختفى. علشان ابص على مين اللي اتقتل الاقيه هو الشخص اللي فضل جنب القتيل لاخر لحظة، هو اللي خلاني اشعرته وكنت بقول سبحان الله ازاي في حد وافي لحد كده. انا بدأت احس ان دي اشارة، القاتل هو الصاحب اللي كان عامل انه حزين على صاحبه، وفي نفس الوقت انا وقفت متبنج مش عارف اتصل بالشرطة. طب هل ده دليل؟ طب هل اللي بيحصل قدامي ده حقيقة ولا حلم؟ انا مش عارف المفروض اعمل ايه. ايه ده؟ سامعين الصوت ده؟ انا سامع صوت حد بيتكلم وصوته واضح جدا. الدليل في بيته، الطفاية الرخام موجودة في بيته. الصوت ده عمال يتكرر جوه دماغي، الطفاية في بيته، الدليل في بيته. انا شايف ان الموضوع ما بقاش محتاج لذكاء اصطناعي علشان يستوعب ان انا في حاجة لازم اعملها دلوقتي، في مساعدة مطلوبة مني. وعلشان احس ان عملت اللي عليا واشيل المسؤولية دي من عني رحت طالع على اوضه الدكتور عشان ابلغه باللي حصل. بس الغريبه ان قلبت القسم كله، الدكتور مش موجود. رحت راجع من غرفه الدكتور على الشارع، ما قدرتش ارجع على المشرحه تاني خلاص، ونزلت على الشارع على اسم الشرطه وقلت لازم ابلغ الشرطه باللي حصل. ورحت وبلغت، بس فين وفين عقبال ما استوعبوني وقدروا يقتنعوا باللي انا بقوله. وفي النهايه قالوا لي طب روح واحنا بكره هنطلع اذن نيابه وهنبقى نيجي نشوف الموضوع. وتاني يوم فعلا الشرطه وصلت المشرحه وطلعوا ملف القضيه وفتحوه من جديد واخدوني معاهم ورحنا طالعين على بيت صاحبه، وفضلنا نخبط على الباب كتير محدش بيرد لغايه ما الشرطه كسرت الباب. واول ما كسروا الباب ودخلنا لقيناه متعلق في الصاله مشنوق.